انا احباب نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير، عواشر مباركه على الجميع ان شاء الله. والله يتقبل منا الصيام ديال هذا الشهر هذا، والله يغفر لنا ويغفر لجميع المسلمين يا رب العالمين امين. واسمحوا لي اخوتي راني مخنوق شي شويه، يعني الصوت شويه كان ماشي هو هذاك، تنعتذر لكم بزاف. بداو هذا الفيديو ديالنا على بركه الله. للاسف الشديد العديد ديال عباد الله يعني ما تستافدوش من الفيديوهات اللي تنديروا، تنتكلموا على بعض المعلومات اللي ما خصهمش الناس يديروها، خصوصا اللي تستافدوا من لاسينيون دينكلوزيوني كما تعرفوا، اللي هو دخل المواطنه، اللي هو الريديتو ديال الشيطانينانسا سابقا. التغييرات اللي كانت هي انه ما بقاش يتعطى لكل شيء، تتعطى لواحد الفئه معينه اللي تحترم بعض الشروط. كذلك المساله ديال ولات عندك خص ضروري اقامه غير 5 سنين، ما بقاش 10 سنوات. كذلك كاين المساله ديال الايزي، يعني اللي طلع ما بقاش من 9360 ولا 10140 اورو، ممكن انك تستافد. يعني كاين بعض التحسينات و ميم طون يعني بعض المعوقات باش ما يستافدوش بزاف ديال عباد الله. لكن هذا ماشي هو اللي تيهمني. اللي تيهمني في هذه المساله هذه هو اي واحد تيستافد من لاسينيون ديكلوزيوني. يعني خويا الا كنتي تخدم نوار ولا كنتي تخدم ولا عندك شي مداخيل من شي عمل اخر، يعني غير مديكلاري، راه هنا تتعرض راسك يعني المساءله، وممكن انهم يطالبوك يعني ترجع الفلوس، ومتابعه كذلك يعني قضائيه، يعني يطلع هبط في المحاكم. لذلك اي واحد يعني تستافد من لاسينيون ديكلوزيوني، خويا الا كنتي خدام ولا كنتي عندك شي حاجه، حاول انك ديكلاري باي حاجه، لانه حتى النوار دابا راه ممكن انهم يحاسبوك عليه. وبطبيعه الحال حتى الفلوس يعني اللي تكتسب ولا كنتي تدخل البنك ديالك، راه تيشوفوا كلشي تيكونتروليه. لاجنسيه ديال الانترات يعني حتى اللي ديزوكوباتي اللي ما خدامينش عاطلين على العمل، راه كاينه مراقبه ديالهم، والمراقبه ديال الفلوس ديالهم، والمراقبه كذلك ديال الحسابات البنكيه ديالهم. لذلك كونوا على بال من المساله هذه، لانه غادي يقدروا يجيو يقول لك حنا تنعطوك مثلا غير قدا وقدا، كيفاش دخلت هاد مثلا هاد 1000 اورو ولا كيفاش دخلت هاد 2000 اورو الحساب ديالك، وانت ما خدامش، وديكلاري لنا انك ما خدامش وما عندك حتى شي عمل وما عندك حتى شي مداخل اخرى. يعني كيفاش جاو هاد الفلوس هادو البنك ديالك. لذلك اخوتي حضروا راسكم، لان الخبر شفتو غير هاد الصباح هذا. نخلي لكم بعض المعلومات، يعني حتى الناس اللي ديزوكوباتي العاطلين على العمل كما تشوفوا معايا في هاد القصص هذه، حتى هما كذلك راه هما تحت المجهر ديال لاجنسيه ديال لي انتراتي، وزاره الماليه، راه ما تتسجل حتى شي واحد، راه توتو سوتو كونترولو اللي يكون في العلم ديالكم هذه المسائل هذه، من غير ما نتكلموا على المسائل. لان ديك الكارطه اللي تاخذوا بها لاسينيون ديكلوزيوني راه ما خصكمش تشريو بها شي حوايج اللي هي ممنوعه، مثلا هادشي ديال القمار، هادشي ديال الخمور، كنا تكلمنا على المسائل هذه حتى في الريديت شطادينانسا، راه ما كاين حتى شي فرق ما بينه وما بين هاد لاسينيون ديكلوزيوني. لذلك ردوا البال الاخوان ديالي. لا حديث هذه الايام الا على المؤسسه السجنيه. الحبس هنا في ايطاليا تيشاهد واحد الاكتظاظ كبير اخوتي. تكلم الرئيس ديال الجمهوريه سيرجيو ماتاريا على المساله هذه، تكلم كذلك وزير العدل تا هو كذلك على المساله هذه، وانهم بصدد ايجاد حلول. الحلول اللي كاينه واللي اقترحوها العديد ديال الحقوقيين والمنظمات كذلك، هو انه خص تكون شي اندولتو ولا تكون شي امنيستيه باش تخفف من هذا الاكتظاظ اللي كاين في السجون. كما تعرفوا ايطاليا تقريبا راه من الثمانينات تقريبا، اخر مره ربما في الثمانينات كان دارت واحد لامنيستيا. من ديك الساعه الى سنه وقيلا ربما 2006 لما خاطنيش الذاكره، كان فقط غير واحد اللي ندولتو اللي حتى هو كذلك يعني تخفف من الاكتظاظ اللي كاين في المؤسسه السجنيه. يعني تخرجوا الناس بزاف قبل ما ينتهيوا المده السجنيه ديالهم، ولكن الجنحه يعني تتبقى مقيده. امنيستيا يعني تتخرج من الحبس، وكذلك حتى ديك الجنحه هي تتحيد. والعديد يعني تيطالبوا بهذه المساله هذه، ولكن الرفض كبير ديال الحكومه الايطاليه برئاسه يعني ميلوني ما راضينش على هذه المساله هذه، وما كايناش في المخطط ديالهم انها تكون امنيستيا هذه الساعه هذه، بالرغم من انه العديد يعني تتكلموا انها خص تكون حلول لهذه المؤسسه هذه. من بين الحلول كذلك اللي كاينه هو انه تم يعني الافراج على عباد الله. كما تعرفوا هنا دابا في ايطاليا عندك مثلا المده السجنيه ديال 6 شهور، عندك فيها واحد 45 يوم. باغي يطلعوا هذه المساله هذه اكثر من 45 يوم، باغيين يخليوها شهرين. كاين اللي يقول لك باغي نخليوها اكثر من شهرين، يعني الناس حتى 3 شهور، يعني باش نخفوا من الاكتظاظ اللي كاين. كاين كذلك مقترح ديال الحكومه هو ان
انهم يزيدوا يبنيوا مؤسسات سجنيه اخرى، ولكن المشكل هو انه العمال يعني الحراس الموظفين راه ما كاينينش بزاف، يعني خاص توظيف كذلك ديال الحراس في حاله ما اذا تم بناء ديال مؤسسات سجنيه اخرى. المهم لغايه الساعه يعني الامور مازال باقا تدرس فيها الحكومه، وكاينه معارضه كما قلت لكم كبيره على هذا الاقتضاد اللي كاين، لانه انتحروا بزاف ديال عباد الله سواء من المساجين او من الموظفين ديال هذه المؤسسات. تتمنى من الحكومه دي يعني تاخذ الامور بجديه وتحاول ان توجد حلول يعني عاجله لهذه الازمه هذه ديال المؤسسات السجنيه. كان سبق وتكلمنا في هذا الموضوع هذا ديال البيرميسو سيجورنو تسكادا ليا وما عنديش كونترا باش غادي ندير التجديد لهذا البيرميسو سيجورنو. قلنا راه ممكن اخويا ما تخاف ما والو، ما لقيتيش كونترا هذا اول بيرميسو سيجورنو عندك سال لك بغيتي تجدو ما لقيتيش كونترا هذا، قلبتي سولتي ما لقيتي خدمه ما لقيتي حتى شي حاجه، اول مره تنقول لك اول مره وقع لك هذا المشكل هذا، فالحل راه كاين. الحل هو انك غادي تسجل في تشيترو بيرليمبيغو بانك تتقلب على خدمه، من بعد غادي تمشي للبوسطه وغادي تاخذ الكيت وتعمر الكيت ديالك، تعمر المسائل ديالك بانك باغي دير تجديد ديال بيرميسو سوجورنو ديالك، ودير معاه الوراق بانك راك تتقلب على خدمه وراك تسجلتي في تشيترو بيرليمبيغو، وقلنا غادي يعطيوك يعني بيرميسو ديال المده ديال سنه ان شاء الله، تتسمى اتيزا اوكوباسيوني، يعني راك تتقلب على خدمه ماشي مريح ما تدير حتى شي حاجه. المساله هذه تديرها فقط مره واحده، ما يمكنش انك ديرها كل بيسالك بيرميس سوجورنو تقدر دير هذه المساله هذه، لا ما يمكنش مره واحده. في حاله الناس اللي سال لهم بيرميس سوجورنو داروا هذه المساله هذه وعاود سال لهم بيرميس سوجورنو ما لقاوش خدمه ما خدامينش وداز واحد المده مثلا 3 شهور 4 شهور، كتولي القضيه شويه قاصحه. فهنايا في هذه الحاله هذه اللي كاين مثلا هو انك خصك تشوف ضروري تشوف محامي، وضروري انك خصك تجيب كونترا ديال الخدمه باش تبدل هذاك البيرميس سوجورنو ديالك، لانه كما قلت لكم المساله ديال هذيك اتيزا اوكوباسيوني راها فقط مره واحده، ما يمكنش يعاودوها معك يعني 2 مرات، وحتى لا تعطلتي المده ديال 3 شهور ولا 4 شهور وعاد لقيتي خدمه هذه المره الثانيه مثلا، راه ضروري خصك محامي هو اللي غادي يوقف معك باش انك ممكن انك تجدد ذاك البيرميسو سيجورنو ديالك، لانه كاين بزاف ديال عباد الله تيسالي ليه البيرميسو سيجورنو ديالو ما تعرفش اش يدير، تيبقى واحد. لذلك هذا هو الحل اللي كاين عندكم اخوتي. وكاين كذلك واحد الحل اخر يعني باش يسالي لك هذاك البيرميسو سيجورنو اللي قلنا اول مره ما لقيتيش يعني الكونترا هذا ودفعتي بلا تيزا اوكوباسيوني، في هذيك الوقيته دير عاوتاني واحد البارتي تاع ايفا، سير حل واحد البارتي تاع ايفا، شوف كوميرسياليس، المهم طلعت القضيه بواحد 500 اورو ولا 600 اورو تقريبا بحال هكا باش تحل البارتي تاع ايفا، وبدا خدام في ديك البارتي تاع ايفا. اين فوا يعطوك بيرميسو سيجورنو وين فوا غادي سالي سكادي عاوتاني داك بيرميسو سيجورنو، فهاديك الساعه تقدر تكون دوزت انت واحد العام في ديك البارتي تاع ايفا، خدم عليها حاول تخدم بها مثلا وتدبر على الفاكتورات والمسائل. المهم راه يشرح لك الكوميرشاليز ديالك، يشرح لك جميع المسائل اللي تتعلق بالبارتي تاع ايفا، ومن يسالي لك هذاك البيرميسو سيجورنو اللي تاخذ اول مره ديال تيزا اوكوباسيون قلنا ممكن انك تدفع بالبارتي تاع ايفا وتولي تاخذ الاوراق ديالك عن طريق البارتي تاع ايفا، يعني بدون انك يعني تكون خدام، يعني تولي خدام اعمال حره، ما كاين حتى شي مشكل. هذا هو حل ممكن انك تزاد به الاوراق ديالك. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا، ما تحرموش من الدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.